اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل صوبيا الرحماني. تعالوا نشوفوا الجمال ده عملناه ازاي. كوبايه رز، جوز هند قشور، بصوا العريضه دي او جوانح يعني، كوبايه سكر، نص رتل لبن، وقرفه معانا. يلا بينا. حطينا رتل ميه في الحله وعليه كوبايه الرز. هنسويها كويس قوي لحد الرز ما يستوي كده ويتهري كده معانا، نشرب الميه كلها. نغطي عليه بقى نسيبه مع نفسه كده يستوي. نرجع له تاني. نجيب نص كوباية مية في حلة تانية ونحط عليها جوز الهند، تقلب قلبتين كده بس، تغلي غلوتين وندفع عليها عشان ما تمررش. احنا بنغلي جوز الهند كده عشان دي اللي بتعمل النكهة كلها، يعني المية بتاعتها دي تاخد نكهة. يلا نرجع للرز بقى. استوى اهو، بس لسه شوية عليه، يعني لسه ما شربش المية قوي. هنسيبه تاني شوية ونرجع له تاني. اهو بصوا، ايوه كده اتهرى معانا كده كويس، علشان لما نضربه في الخلاط يبقى ناعم كده زي المهلبية. انا عايزاه ناعم زي المهلبية. يلا بينا يا حبايبي. انا ليه بقول لكم ناعم يا حبايبي؟ علشان يطحن كويس في الخلاط. يلا بقى نصب جوز الهند عشان ناخد المية بتاعتها. وجوز الهند ده مش هنرميه، احنا هنقلبه في الصوبيا لما نخلصها. المية دي جميلة جدا بقى وفيها النكهة كلها. هنحط اللبن بتاعنا بقى في الخلاط اهو، نص لتر، كوباية ونص كبار. ونحط السكر بتاعنا ونضربه كويس قوي. اضربيه يعمل رغوة كده كتير في الخلاط اهو يا حبايبي. هنضرب اللبن مع السكر كويس قوي عشان السكر يدوب. اهم حاجة السكر يدوب كويس قبل ما احطه على الرز اهو يا حبايبي. ضربناه. هنفضي الرز بتاعنا في الخلاط عشان نطحنه كويس قوي وننعمه زي المهلبية بالظبط. كل شوية اضربيه، يعني شغلي الخلاط كده واضربيه كويس قوي. اهم حاجة يبقى ناعم، انا عايزاه يبقى ناعم، مش مفيش اي تكتلات. هنفضيه في البولة بتاعتنا. القوام بتاعه جميل ولسه